كريستيانو رونالدو يتحدى أسود الأطلس بهذه الرسالة. والفيفا يطرد بكاري قاساما من كأس العالم 2022. قائد الجزائر رياض محرز يتوقع الفائز بين المغرب والبرتغال. ولد مجددا في كأس العالم، لماذا يصر ميلان على ضم حكيم زياش؟ إليكم التفاصيل متابعين الكرام. كريستيانو رونالدو يتحدى أسود الأطلس بهذه الرسالة. خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليؤكد عبر حسابه الشخصي تويتر أن المنتخب البرتغالي مجموعة واحدة لا يمكن كسرها أو التغلب عليها، في رسالة موجهة كذلك إلى منتخب المغرب. وقال رونالدو: نحن مجموعة مقربة جدا ومتماسكة لا يمكن كسرها من قبل المنتخبات المنافسة، منتخب شجاع لدرجة لن نسمح لأنفسنا بالخوف من أي خصم، نحن فريق بالمعنى الحقيقي للكلمة وسنقاتل من أجل الحلم حتى النهاية. الفيفا يطرد بكاري قاساما من كأس العالم 2022. تعرض الحكم الغامبي بكاري قاساما لصدمة الابتعاد من قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات ربع النهائي كأس العالم قطر 2022 من قبل لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وتأتي هذه الخطوة بعد عملية التقييم التي قام بها الهيكل المشرف على الحكام في صفوف الاتحاد الدولي لكرة القدم في أعقاب مباريات الدور الأول من المنافسة. قائد الجزائر رياض محرز يتوقع الفائز بين المغرب والبرتغال. هنأ رياض محرز قائد منتخب الجزائر المنتخب الوطني المغربي على التأهل للدور ربع النهائي، حيث قال إن منتخب المغرب قادر على تخطي البرتغال والتأهل إلى نصف نهائي المونديال، ولا يمكن التوقع بطرفي نهائي النسخة الحالية من كأس العالم أو البطل، لأنه يوجد أكثر من منتخب متميز ويمكنه الوصول إلى المباراة الختامية، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة تكشف عن أسرار البطولة الصعبة. لماذا يصر ميلان على ضم حكيم زياش؟ يصر نادي ميلان على ضم حكيم زياش جناح منتخب المغرب وفريق تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكان ميلان فكر في ضم زياش خلال انتقالات صيف 2022، لكنه تراجع عن تلك الخطوة بسبب طلبات تشيلسي المالية فضلا عن راتب اللاعب المرتفع. لكن باتت لدى إدارة ميلان قناعة تامة باستخدام زياش، خاصة بعد توهجه في كأس العالم بقطر. إلى فرصة قادمة، دمتم أوفياء